أنا اتسرقت. يوم 5 يناير ناس نطت من فوق السور عندي، نزلت على الدور الأخير كنت عامله كمخزن، المخزن سرق منه حاجات تقريبا بما يقارب 250,000 جنيه. ما كنتش متخيل إن أنا محتاج أركب كاميرات أمان مثلا، أو إن أنا أعمل سور شائك حوالين بيتي وسط جيراني وفي منطقتي. بناء على هذا الحدث قررت إني أفتح شركتي. أنا بقالي بتاع 7 سنين شغال في الطيران الخفيف، 3 سنين منهم كنت شغال مع شركة أمريكية، كنت مطلع على كورسات كتير جدا في الحاجات اللي الأمريكان بيستخدموها في الشركة دي، وبالتالي أنا عندي خبرة تخليني أقول إن أنا خبير في المجال ده بالذات. ولذلك أنا قررت أفتح الشركة بتاعتي، شركة سيف أند ساوند، دلوقتي مسجلة. الشركة دي متخصصة في كل حاجات الطيار الخفيف، الشبكيات، الساوند سيستم، الأوتوميشن وما إلى ذلك، كل ما يخص الطيار الخفيف. إحنا عملنا تيم كويس جدا علشان نقدر إن إحنا نشتغل فيه. أنا داخل بكل قوتي في المشروع ده، وهشارككم الرحلة أول بأول عشان تعرف إزاي تعمل المشروع بتاعك وتبني البيزنس بتاعك. فهتلاقوا فيديوهاتي المعتادة اللي أنتم متعودين تشوفوها، وبالمرة هنحط بقى التحديات اللي بتواجه أي حد بيفكر يفتح مشروع، خصوصا في مصر أو في الوطن العربي. فخليك شاطر وتابعني واستنى اللي جاي.